كتب كلماتها الشاعر أبو نصير هادي العكر، تحكي وتعبر عن معاناة المغترب في الوضع الحاضر. أداء الشاعر أبو هيثم الحكمي. المغترب يدعيك يا رب، الوضع في الغربة مخرب، والمغترب كم قد تعذب، سهران ما في اليد حيلة، في المملكة زادت جروحه، والوضع قد ضيق بروحه، أحيانا يتمنى صبوحه في غرفته من وين يجيله، في كل يوم تصدر قرارات، والمغترب يتعب فرارات، البعض يتمنى انه مات ما عاد لقي ايات وسيله، الوضع ذا الايام يبكي، والقلب منه صار منكي، لا عند من نشرح ونشكي، والمرحله ما هي سهيله، المغترب زادت شجونه، والبعض غارق في ديونه، في كل يوم تسكب عيونه، في المملكه يا رحمتي له، ملاحقه هو العساكر يشتوه إلى أرضه يسافر، عدو دخل يشتو يغادر، ما ينفعه حتى كفيله، ملاحقه في كل شارع، قد نصهم شابع وقانع، تعبان من كثر الفجايع، والنفس من داخل عليله، الوضع في الغربة تدهور، واللي دخل في زابي حوار، ما هو كما كل تصور، ما غير هموم في كل ليلة، غبني لحال اللي تغرب، مقيم ولا اللي تهرب، كاس الهموم والسم يشرب، يتحمله هموما ثقيلة، الصبر يا قلب المهاجر، الله معاك حافظ وساتر، أوبه بنفسك لا تغامر، دور لنفسك شي وسيلة، والآن يا الهجس توكل، بقيت من شعري المفصل لكامل الإخوان توصل، بأجمل سلام ما في مثيله، للأخ محمد تاج راسي، واسماعيل الأخ الأساسي، أبطال في وقت الحماسي، هم رزح ظهري في القبيلة، والأخ واير رزح ظهري، والأخ صالح كل فخري، في قدرهم مرسوم بصدري عبر السنين هذا الطويلة، وابني أصيل أجمل سلامي، يا ليتها الليلة أمامي، له كل حبي واحترامي، عدله على قلبي ثقيلة، وبالنبي ختم القصيدة، 2000 صلاة مني وزيدة، واصحابها الطور المجيدة، وآلها أصحاب الفضيلة. للتواصل 717 17 50 51.